أهلا بكم مع الجديد مع مباراة عودة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي. مباراة العودة في أرض الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس أو مركب محمد الخامس. الأهلي فاهمين دي البطولة ال11 للأهلي، فاهمين اللعيبة ال11 مش هنضيعها. الوداد كله عنده 4 بطولات، الوداد 4 بطولات للوداد، منهم بطولتين على حساب الأهلي. فاهمين اللعيبة؟ 2 على حساب الأهلي، مش عايزينهم 3 النهاردة. يعني لازم الأهلي يفوز النهاردة، أو اللي يسيبوا نتيجة زي ما هي 0-0. أنا كده فايزين 2-1. يعني مش عايزين نخش مباراة هي معنوية 2-1. لا، أنت داخل مهزوم، لا يا باشا، أنت فايز 2-1. ليه؟ ماشي، هو جايب جون على ملعب، بس ماشي، ما دام ما جابش فيك جوان هناك ولا حاجه، خلصت 0-0، انت اللي تاخد البطوله. ما يهمناش الجماهير. ايوه، احنا مش ناسيين اللي عملوه فينا السلفات، خدوا البطوله من السلفات وظروف البطوله والاتحاد الافريقي والحكام، وبالذات مع الحكم اللي هو اخر مباراه ليه دي، اللي هو مهما غلط ما حدش راح يحاسبه، وبعدين كده هينهي مشواره على وش الأهلي. يعني واحنا عارفين مين حاليا اللي راح المغرب بيشجع في الوداد، فاهمين؟ مين راح المغرب يشجع في الوداد؟ برضه الاهلي هياخدها. يعني الاهلي هياخدها. هي مباراة تكتيكية، يعني الوداد كان اثبت انه فريق قوي مش سهل. يعني في مباراة الذهاب هنا في القاهرة كان ثبت انه مش فريق سهل، وكان بيلعب، كان جاف ورا وعارف يلعب على المرتدات وعارف يغطي مساحات. الاهلي كان المفروض يزود النتيجة، كان كذا تضييع من اللعيبة. انت هناك ممكن هتبدأ تقفل ورا وتلعب على المرتدات، لا بس برضو انت مفروض تجيب جون. يعني لو جبت جون هناك قتلت الماتش، الدنيا راحت خلاص. يعني كولر المفروض يجيب جون في البداية، او ممكن يقفل. برضو من اخطاء المباراة اللي فاتت ان هو استنى على التغييرات للاخر بعد ما الدنيا خلاص. يعني انت مفروض لعيبتك مش هتفضل تلعب على الضغط العالي ده كتير، انت لعيبتك مش هتستحمل تلعب ضغط عالي كتير. المفروض انت تغير. يعني كولر المفروض اللي يعيب عليه المباراه اللي فاتت انه هو ما غيرش، لا المفروض انت تغير المباراه دي، تغير ويكون في لعيبه هنا ممكن نفس التشكيله، حسين الشحات وبرستاو وكهربا. عايزك تركز معانا شويه يا كهربا، بص شويه يا كهربا حواليك. كهربا ما ماشي، انت فينش، بس برضه بص، بيرستاو ده مش عايز كلام يعني، والشحات يعني اسيستن الشحات ده ملوش حل. بس المباراة احنا مش عارفين هتبقى سهل، المباراة مش سهل. المفروض الاهلي يحافظ على نفسه في اول بداية المباراة، ما يستقبلش جون، ويحاول يتعامل مع ضغط الجماهير. كل ما الوقت يعدي كل ما الضغط هيتنقل على لعيبة الوداد. برضو انت لعيبة الوداد مضغوطة، انت ملعبك مليان وعلى ارضك انت، فلازم لعيبة الاهلي تمتص لعيبة الوداد في البداية. مباراة تكون صعبة واحنا عارفين الكلام ده، بس الاهلي لو قدر يخطف جون في البداية خلاص ضايع الماتش، راح خلاص البطولة ال11 الاهلي. والاهلي ان شاء الله يعملها، بس الوداد هو مش سهل، بس تقدر تكسب. يعني في غلطات والمرتدات ممكن تضربوا فيها، عشان هو ما اظنش هيدافع، هو محتاج يفوق، مش ما اظنش هيلعب على الدفاع. فانت لازم تقفل صح وتلعب على المرتدات، تصطاد منهم جون، وعندنا لعيبه كفاءه بكده. ان شاء الله المباراه دي عوده محمد الشناوي تكون قويه، زي ما مصطفى شوبير كان قافل كويس. هو جون ما يسالش عليه اصلا مصطفى شوبير، بس يعني عايزين نكفي. كولر، تنبيهاتك للعيبه حق كولر، كله يبقى مركز، تكفيه، سيبكم من الجماهير، ركزوا في المباراه، ما عايزينش توتر، ما عايزينش شد، وعارفين ان نخلي بالنا من الحكم، بس برضه نمشي الدنيا ونشوف. عايز اشوف رايكم في الكومنتات قبل المباراه، الاهلي ولا الوداد النتيجه هتبقى كام النهارده. وان شاء الله نفتح لايف في المباراه دي، نتفرج مع بعض على المباراه. ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك واشتراك لو مش مشترك معنا في القناه، ونشوفكم فيديوهات اخرى ان شاء الله. نشوفكم في المباراه والاهلي يفوز ونحتفل مع بعض بال11.